11 برو ماكس 256 جيجا، خطين، نسخه زد ايه، الله، فيس تايم، كرتونه، شاحن اصلي، سماعه اصليه ب 17000 جنيه بس. انا بقى هعمل لك عرض على ال 13 برو ده. الجهاز ده 128 جيجا، حالات زيرو ب 22500 جنيه. كم؟ قسما بالله ب 22500 جنيه. الايفون 13 ده الله 128 جيجا، حالات زيرو، وعندنا شعار بيقول الزيرو الله وكيله، الله ب 17000 جنيه، ومعاه شاحن انكر كمان هديه. انا النهارده هعمل لك عرض على ال 15 برو ماكس 256 جيجا، وطبعا زيرو ضريبه، ما شاء وكرتونه الله. وكابل اصلي. يبتدي من كام بقى؟ من 51000 جنيه. الموبايل ده ايفون 16، ضمان سنه من ابل، ما شاء الله. حوالي 15 شحنه، كرتونه كامله ب 35000 جنيه. اس 24 الترا، البوكس بتاعه باليو اس بي بتاعته، ستارت السعر ليه كم؟ 40000 جنيه بدون جنيه زياده. انزل حط لايك والا هنكنسل الاسعار كلها ونبيع لكم بقى بالاسعار. ده تحدي صريح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما وعدتكم يا شباب، النهارده جه ميعادنا من داخل الشيخ ستور، جايبين لكم اسعار هتكون ممتازه جدا جدا، بلس العروض اللي هنقدمها. وزي ما وعدتكم وقلت لكم هجيب لكم مكان هيكون مضمون لكم جدا. ولكن النهارده الفكره مش بس هتكون في الاسعار، مش بس هتكون في حالات الموبايلات. النهارده في حاجه كتير منكم سالني عليها، وهي خدمه التوصيل لجميع المحافظات. والنهارده الشيخ ستور هيقدم لك توصيل لايا كانت المحافظه بتاعتك، هتقدر تستلم موبايلك. ولكن قبل ما نبدا في الاسعار، خلينا نرحب الاول بالاونر اللي موجود في المكان. ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ استاذ محمد، عامل عامل ايه؟ حضرتك ايه؟ السلام عليكم، انا عبد الرحمن الشيخ من الشيخ ستور هنا. احنا موجودين بفضل الله بقالنا اكتر من 15 سنه في السوق. احنا بنقدم جديد ومستعمل بفضل الله باقل سعر في السوق، بسعر تنافسي جدا جدا. كمان احنا عندنا ويب سايت تقدر تشوف المنتجات كلها من خلاله. كمان عندنا خدمه توصيل، ممكن تطلب الجهاز وانت قاعد في البيت ويجي لك بالمواصفات اللي انت طالبها. عندنا توصيل على الجديد وعلى المستعمل كل محافظات مصر، من اسوان لاسكندريه. بفضل الله الموبايل يوصلك لحد باب البيت. النهارده احنا هنقدم لك عروض محترمه قوي عشان خاطر مستر محمد حبيبي. طبعا، ومتابعينه حبيبي. المحترمين جدا. حبيبي، على المستعمل وعلى الجديد بفضل الله رب العالمين اسعار مستحيل تسمعها في اي مكان تاني. انا وعدتهم وقلت لهم الشيخ ستور هيكسر أسعار الدنيا، مستحيل تلاقيها. ولكن انا عايز اقول لكم ان التوصيل لاي محافظه كمان عرض سريع كده قبل ما نقول لكم على العروض اللي هتكسر الدنيا. كام يا استاذ عبد الرحمن؟ 100 جنيه بس، الجهاز يوصلك لحد اسوان. ب 100 جنيه لو انت في الجهاز يجيلك اسوان. لحد البيت. طب لو الموبايل طلع فيه اي مشكله او اي حاجه، تقدر ترجع الموبايل تاني والشحن على حسابنا، ونبعت لك فلوسك كامله وانت برضو قاعد في بيتك. انا ما بضمنش اي مكان بصفه شخصيه، انتوا عارفين، الا لو كنت واثق فيه، والمكان ده بضمنه لكم بشكل شخصي. وعشان بقى ما نطولش في المقدمه، يلا بينا بقى ندخل في الاسعار كده ونبدا نشوف الاسعار كام. يلا بينا. بصوا بقى يا شباب، دلوقتي هنبدا نقول اسعار كل الموبايلات، ولكن احنا متعودين ان دايما في نهايه الفيديو بنقول العروض لوحديها. النهارده بقى احنا مش هنخلي العروض في نهايه الفيديو عشان وقتكم. احنا كل موبايل هنوصل له وهيكون معاه عرض هنبدا نقول لكم عليه. وهنبدا يا شباب باول موبايل مع بعض، وهو الايفون 6 اس بلس. موبايل ينفعك جدا في برامج السوشيال ميديا، ينفعك في الاتصال، موبايل اعتمادي جدا. صح الموبايل قديم، ولكن تعالوا كده نشوف شيخ ستور هيديك الموبايل ده كام. قول لي يا عبد الرحمن. عشان خاطر متابعينك يا مستر محمد، 6 بلس ده ب 2000 جنيه بس. ايفون 6 زيرو ضريبة. اس بلس زيرو ضريبه بسعر 2000 جنيه. مظبوط. انزل حط لايك لان اللي جاي هيبقى دمار. يلا اسمع بينا مني وما تراجعش ورايا. ايوه. لا تعالى بص، معايا. البدايه حلوه، البدايه حلوه يا شباب. ادلعك، تعالى. ايفون اكس اس. ولكن خلي بالكم لو في موديل احنا ما قلناش عليه دلوقتي، ثق تماما ان كل الموديلات موجوده، ولكن احنا اختصارا لوقت الفيديو عشان ما نطولش عليكم بنحاول نجيب لكم سريعا بعض الموديلات. الايفون اكس اس عبد الرحمن قول لي كده. 256 جيجا ب 11000 جنيه عشان خاطر مستر محمد ومتابعينه. الله عليك. 256 جيجا مش 64، اكس اس مش اكس عادي، ومتوفر 3 الوان، ابيض اسود جولد. ارجعوا للفيديو يا شباب اللي انا لسه منزله الاسعار الايفون من يومين، ده كان متوسط السعر اللي انا قلت عليه. قلت لكم ان سعر الاكس اس متوسط من 9000 جنيه لحد 11500 جنيه، وفعلا هنا حاله الموبايل ممتازه جدا وبسعر 11000 جنيه. تعال بقى نطلع بعد كده يا استاذ محمود للايفون 11 برو. خلي بالكم ان الايفون 11، الايفون اكس اس ماكس، كل الموديلات دي موجوده، ولكن انا قلت لكم اختصارا للوقت. طب قول لي كده يا استاذ عبد الرحمن، لو حد عايز منك موبايل 11 موبايل كويس، ستارت الاسعار عندك بيبدا من كام؟ ممكن نوفره له بدايه من 11000 جنيه. ايفون 11 ستارت 11000 جنيه. اظن السعر ده مش هتلاقيه في اي مكان. مظبوط. وخلي بالك ده مش عرض، دي الاسعار اللي موجوده داخل الشيخ ستور. خلي بالكم يا شباب ان 11000 جنيه ستارت الاسعار للايفون 11. فممكن تلاقي السعر اختلف معاك في حاله ان المساحه اكبر، بطاريه الموبايل اعلى، فخلي بالكم السعر بيكون متحرك. تعالى لي بقى للموبايل اللي بعده. تعالى بقى بص، ده 11 برو. قول لي بقى 11 برو 512 زيرو ضريبه بالعلبه كام بقى؟ ب 17000 جنيه. مع في ضريبه. ده لوحده عرض. انا قلت لكم يا شباب كل الموبايلات اللي هنقولها
عليها عروض. يا تعالى تلحق بقى يا ما تلحقش. يا تلحق، ده شعار بالك. المكان هنا، يا تلحق يا ما تلحقش. لا اصل انا وعدتهم وقلت لهم لازم اجيب لكم اسعار فعلا تعجب كل المتابعين، لان في فئه كبيره عايزه بفضل تشتري الله موبايلات بعد الفيديو ده ان شاء مش الله. هتلاقي السعر. لو انت بتتفرج على الفيديو ده تاكد 100% ان احنا قلبنا السوق من فوق لتحت، أسعار من الآخر كده فعلاً. بالبلدي، عشان اجيب لك اقل سعر في مصر. تعالى بقى نخش لهم في يعني ايه، في الحته الجامده بقى. تعالى بقى. بصوا يا شباب، دلوقتي هنيجي للايفون 13 وركزوا قوي معايا، لان انتوا هتسمعوا سعر في الموبايل ده مش هتسمعوه في مكان تاني. قول لي بقى يا عبد الرحمن كده براحتك. الايفون 13 ده الله 128 جيجا، حالات زيرو، وعندنا شعار بيقول الزيرو الله وكيله الله بالبلدي كده، الله. ب 17000 جنيه، ومعاه شاحن انكر كمان هديه. العرض ده لمستر محمد ومتابعينه، الله. عشان لو هتيجي تشرفنا لازم تعرفنا انك من متابعين مستر محمد. ولكن الموبايل ده هيكون عليه ضريبه حوالي 6500 جنيه، متوسط سعر الموبايل هيكون حوالي 23500. في نفس الوقت انك لو رحت جبت نفس حاله الموبايل دي من مكان تاني هتلاقي متوسط السعر من 26 ل 27000 جنيه. كمان في نقطه ان الجهاز ده ما اشتغلش في مصر قبل كده، فانت معاك 90 يوم تقدر تستخدم فيهم الجهاز وتسدد فيهم كمان الضريبه، يعني مش مضطر انك تشتريه وتدفع الضريبه في نفس اليوم. تعالوا بقى دلوقتي يا شباب نبدا نروح للموبايل اللي كتير برضو منكم بيسالني عليه، وما زال لحد الان الابديت شغال عليه بشكل عادي جدا، تقدر تستخدمه في كل الابلكيشن، وهو الايفون 11 برو ماكس. حاله الموبايل ما شاء الله ممتازه جدا. قول لي بقى كده يا استاذ عبد الرحمن، الايفون 11 برو ماكس عندك ده سعره كام؟ 11 برو ماكس 256 جيجا، خطين، نسخه زد ايه، الله. فيس تايم، كرتونه، شاحن اصلي بتاع زمان، سماعه اصليه. انا لسه قايل لكم متوسط سعر الموبايل ده يا شباب ستارت من 18000 جنيه لحد 24000 جنيه، وانزلوا واسالوا مالكمش دعوه بيا. فاجئني. طب انا بقى هبيع اقل من 18000 جنيه ب 17000 جنيه بس. ايفون 11 برو ماكس 2 شريحه 256 مع في ضريبه ومعاه شاحن انكر، كل ده بسعر 17000 جنيه. اتحداك لو قدرت تجيب موبايل بالسعر ده، اتحداك. مش قلت لكم الفيديو كله؟ لا بقول لك ايه، ما شاء الله. الله يحفظك. ولسه لا ولسه ده انا عايز اقول لكم ان اللي تكسير جاي، عظام. بقول لكم ايه، كمان لو في حد حابب يبدل موبايله او تبيع موبايلك بس، ممكن تبعت للكول سنتر عندنا، هنا. تبعت لنا تفاصيل موبايلك على الواتساب، وبنسعر لك موبايلك وانت قاعد في البيت. انت واخد بالك انه بيقول لك وانت في بيتك لو عايز تفصل موبايلك بيقدر يقول لك سعر موبايلك كام، ولو عايز تاخد موبايل من عنده بيقول لك هتدفع فرق كام، ولو عايز تشحن الموبايل برضه يقدر يبعته لك لحد مكانك. انت عايز ايه بعد كده؟ المفروض ان انت دلوقتي تيجي تاخد الموبايل وتشتري على طول. طب تعالى بقى نروح لل 12 برو ماكس 256 ستارت 25000 جنيه ما شاء الله. حالات ضريبة. الاجهاز معفي ضريبه. معفي ضريبه. سعر الموبايل ده فعلا ممتاز جدا جدا، ستارت 25000 جنيه. تعالى بقى نروح للموبايل المحبب بالنسبه لنا قوي. انا واحد من الناس بعشق سلسله الايفون 13 سلام. ولكن الايفون 13 برو يا شباب، قول لي بقى كده. خد بالك في نقطه مهمه قوي. قول لي. 13 برو ده احنا بنتسال عليه بشكل يومي، موبايل ممتاز، موبايل ممتاز قوي، وفعلا الحالات عندك كمان الله نادرا اكبر لو جميلة. لقيت حالات زي اللي عندنا دي بفضل الله ما رب شاء العالمين. الله حالات الموبايل يا شباب فعلا محترمه. انا بقى هعمل لك عرض على ال 13 برو ده اكتر من اللي احنا بناخده. ها لا 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 الله كتير عليك. خالص خالص الله خالص. عليك. انسى بقى العروض اللي فاتت دي كلها، ده ايوه سعر مش هتسمعه في اي مكان في مصر. الجهاز ده 128 جيجا، حالات زيرو، الله. بفضل الله ب 22500 جنيه. كم؟ قسما بالله ب 22500 جنيه. ايفون 13 برو 128 بطاريات فوق ال 80 والجهاز ده موجود منه ستوك مش قطعه واحده بسعر 22500. ايفون 13 برو. اتحداك لو لقيت السعر ده في اي مكان تاني انزل حط لايك، عشان اللي جاي لسه اقوى من كده بكتير. بس خلي بالك الموبايل هنا هيكون عليه ضريبه، ولكن لو حسبت الضريبه مع السعر اللي انا لسه بقول لك عليه هتلاقي برضو سعر الموبايل اقل ما بيتباع بره. تعالى بقى يا استاذ عبد الرحمن نروح لاخوه الاكبر 13 برو ماكس. 13 برو ماكس. مصر كلها بتكلمنا بشكل يومي عايز 13 برو ماكس. قول لي بقى الايفون 13 برو ماكس كام؟ بص بقى ده مفاجاه ثانيه خالص. قول لي بقى. ايفون 13 برو ماكس الله. 1 تيرا معفي من الضريبه، زيرو سكراتش بدون ملحوظه. طب والثواني شكلنا اللي هاخد الموبايل ده فقول لي هي حته ان هو 1 تيرا دي لوحدها يا شباب ده اوبشن. 1000 جيجا 1000 جيجا ب 39000 جنيه، ومعاه شاحن كفر وسكرين هديه من اختيارك الله. فقط لا غير. اتحداك بس. لو قدرت تجيب السعر ده للموبايل ده مستحيل. بالمساحه دي من اي مكان في مصر، ده لو لحقته الموبايل ده، لان الموبايل ده قطعه ممكن واحده انا فقط لا غير. ممكن ده لو ما انا خدهاش زي ما بعد بعمل في الفيديو الاجهزه يعني اللي بتعجبني خلاص. اخد انا الموبايل ده. بصراحه يا شباب الموبايل ده فعلا هيكون نقطه لاي حد فيكم هيلحق يفوز بيه. تعال بقى نخش للموبايل اللي بعده. بصراحه الايفون 13 برو ماكس في بعض الموديلات كده قلناها، الايفون 11 برو ماكس في بعض الموديلات كده الاجهزه دي ما تتسابش. تعالى بصراحة. بقى
انا هقول لك على حاجه تانية بقى تموت اكتر من اللي احنا قلناه بكتير. انسى بقى اللي فات ده خالص، هعمل لك واحد بقى جديد ده. الله خيال. الله. قول لي بقى كده الايفون 14 برو، طبعا مش هتكلم على حالات الموبايلات تاني يا شباب، خلاص يعني انتوا تعالوا شوفوا بنفسكم. حالات كلها زيرو ما شاء بفضل الله. الله، اجهزه بفضل الله بفضل رب العالمين A1. قول لي بقى كده تاخد الجهاز من 14 برو. عندي وتدعي لي. ما شاء الله على حالات الاجهزه فعلا. ال 14 برو عندك بكام؟ ال 14 برو عندي في 128 و ما شاء 256، الله. اسعار بتبتدي من 35000 جنيه، اجهزه زيرو ضريبه. ستارت 35000 جنيه للايفون 14 برو، سعر الموبايل ممتاز مع في ضريبه. وخلي بالكم اي حد هيجي للشيخ ستور هيتروق عليه، بس انت تقول له انا جاي لك من قناه محمد المكتري. هسيب لكم ده لاخر الفيديو وانا هفهمكم. ستارت 35000 جنيه، سعر مميز جدا يا شباب. تعالوا بقى نروح للايفون 14 برو ماكس. قول لي بقى. الموبايل ده على فكره من شاء الله. الموبايلات النوادر في ابل، ما شاء الله يعني نادرا لما بيجي لنا جهاز حاله محترمه، بس شاء احنا الله. بنقدر نوفر منه بفضل الله ايوه اجهزه حالات محترمه وكمان بكراتين، يعني مش شاء الله. بتبقى بدون كرتونه، وكمان زيرو ضريبه. ده بيبتدي من 45000 جنيه. تعالى لي بقى، تعالى لي بقى، تعالى قول لي. 15 برو ماكس 256 جيجا. الله. طبعا ال 15 العادي موجود، 15 بلس بص موجود، احنا عشان كل بس حاجه وقت موجوده. المشاهدين بس احنا عندنا 15 عادي، 15 بلس، 15 برو، 15 برو ماكس. احنا بنحاول نعمل عروض، يعني ايه بفضل الله رب العالمين نبقى ملمين بكل الموديلات اللي موجوده. وخلي بالكم يا شباب الاسعار اللي احنا بنقولها ده مش على قطعه واحده، في فرق. احنا لما بنيجي نعمل عروض بنعمل على قطع، هنا الاسعار على كل الموبايلات. في حاجه يا مستر محمد مهمه، اتفضل. انا مش قادر احدد المشاهد ده هيشوفني امتى، صح. فممكن وقت الفيديو يكون هو محتاج موديل معين، الموديل ده مش متوفر في الوقت ده. خلي بالكم معلش يا عبد الرحمن انا اسف لو بقطعك يا شباب. بصوا لتاريخ الفيديو، الاسعار دي بتكون مستمره لمده شهر زي ما انا وضحت اكتر من مره. مظبوط. ما تجيش بعد 3 4 شهور تقول له انت كنت عارض موبايل بسعر كذا، فخلي بالكم الاسعار بتتغير. تعالى بقى لل 15 برو ماكس عشان ده فعلا سعره تحفه. ده انا معايا جهاز اخوه، خلي بالك استخدام شخصي. انا عايز اقول لك يا شباب الجهاز ده تقريبا في فرق حوالي من 8 ل 9000 جنيه عن سعره العادي. تعالوا كده نعرف بكام. الجهاز ده بيتباع في اغلب المحلات ب 62 وب 60000 وب 58000 جنيه. حصل. انا النهارده هعمل لك عرض على ال 15 برو ماكس 256 جيجا، حالات الماظ. الله. الماظ. خش على لا هي الحالات باينه. قسما بالله حالات زيرو. انا مش عارفه ابينها لكم. انت هتيجي بنفسك وتشوف. ما شاء الله. طيب وطبعا زيرو ضريبه ما شاء وكرتونه الله. وكابل اصلي مع البوكس بتاعه. بالبوكس بالبوكس بتاعه ايوه والكابل الاصلي، الجهاز هدي لك يعتبر كابل انت كوبي. مشتري جديد. ومش مفتوح، مفيش ديفو، الله. ومش قطعه واحده. يبتدي من كام بقى؟ من 51000 جنيه. كم؟ قسما بالله ب 51000 جنيه. ايفون 15 برو ماكس بالبوكس بتاعه باليو اس بي الاصلي، حاله كسر الزيرو، متوسط سعر الموبايل في كل الاماكن من 58 ل 62. هنا الشيخ ستور بيقول لك الموبايل ده بسعر 51000 جنيه. قول لي مين ممكن يجيب لك الموبايل ده بالسعر ده مع في ضريبه بنفس الحاله؟ مستحيل. مستحيل. غير اتنين. انا بتحدى اي حد حرفيا لا بجد يقدر فعلا يجيب لا. الاسعار والحالات اللي احنا بنوفرها السعر بفضل رب العالمين. ولو تاخد اكسوار كمان برضه هنعمل خصم ممكن يوصل ل 50%. لا ده خلي الحاجات دي بقى للعروض بتاعت الميكاتري بلس الاسعار. هنخليها في الاخر يا شباب. بقول لكم ايه، انا حرفيا استغلت لكم الستور هنا اقوى استغلال، بس الناس هنا محترمه زي ما انتم شايفين. ايفون 15 برو ماكس بالبوكس بتاعه باليو اس بي بسعر 51000 جنيه، تقريبا في فرق 10000 جنيه بينه وبين اي مكان تاني تقريبا بيبيع نفس الموبايل مع في ضريبه. ده تقريبا اقوى سعر احنا قلناه لحد دلوقتي. 10000 جنيه في فرق الموبايل مع الحاله اللي انا شايفها. يعني الموبايل ما فيهوش كسر حاجه تدي لا الموبايل زي ما انت انا قلت لك قبل ما تيجي هتسمع اسعار مش هتسمعها في مصر كلها. معلش ده ستارت الاسعار يا شباب. ممكن الموبايل يكون طبعا بطاريه ممكن اعلى يختلف على السعر حسب يرفع. الحاله، حاله المده المتبقيه من الضمان. ممكن حد يكلمك البطارية. يلاقي مثلا في حاجه ب 55 57 يقول لك انت قلت ب 51. ده وارد طبعا. بترجع لمساحه الموبايل. حسب المساحه مظبوط. وحسب البطاريه. بس انا اقدر اضمن لك ان انا مفيش فيهم ولا جهاز مفتوح او معمول له صيانه او في ديفو اطلاقا. تعالى بقى نخش. احنا معانا يا شباب ال 13 ميني، ال 13 ميني يا شباب موجود. للي بيسال عليه قول لنا سريعا ده كده عامل كام؟ ده عامل 20. ده ب 20000 جنيه. 20000 جنيه ويبقى معاه 60 شاحن ميني. انكر كمان هديه. شحن الانكر ده لوحده يا شباب في بعض الاماكن ب 1800 جنيه وب 2000 جنيه. وفي نقطه كمان برضو معاه في ضريبه، يعني مفيش عليه ضريبه الجهاز ده. ومع في ضريبه على زيرو العلبه. دي حته بس كده سريعه للناس اللي بتحب الموبايلات الاسلام قالوا مش عارف ايه الكلام ده. طب تعالى بقى نروح للايفون 16 عشان عبد الرحمن عامل لنا يا شباب اوفر على الموبايل ده. الموبايل ده هيجنني. قول لي بقى عشان هو عمال يقول لي احنا عايزين نخش على الايفون 16. لا الآيفون لازم 16. لازم بجد. قول لي بقى. الموبايل ده ايفون 16 حلو. ضمان سنه من قبل. ما شاء الله. حوالي 15 شحنه
كرتونه كامله زيرو. بطاريه 100% جديد. هو جديد. الموبايل انت جديد. لو بتفكر تجيبه جديد فانا اقدر ادي لك الموبايل ده واضمن لك سنه ان الموبايل ده جديد بمعنى الكلمه. اقول ولا يعني خش عليهم. انا حاسس انك خش عليهم. هتهبط انا مني عايز اقول لكم ان من ساعه ما جيت عمال يقول لي انا عامل لك عرض على ايفون 16، انا عامل لك عرض على ايفون 16. من كتر ما انا متشوق ليه قلت له خليه في اخر الفيديو، لان لسه هنخش يا شباب على الاس 24 الترا اللي فيها اسعار جامده قوي. كام؟ ب 35,000 جنيه. تستاهل. سلام عليك. اتفضل. 35,000 جنيه يا شباب. ايفون 16 حاله كسر الزيرو، اتشحن 15 جديد. مره بسعر 35,000 جنيه. ورينا هتجيب الاسعار دي منين؟ ما مش غير اتنين، المكيتري والشيخ ستور. واحنا عندنا منافسه جامده في القناه، اي ستور بنصور معاه بيحاول يقدم اقوى اسعار للمتابعين عندنا، وانتوا اكتر ناس مستفاده. ولكن الشيخ ستور النهارده بدع. انا حتى الان ما اقدرش اقول فلان يقدر يبيع اقل مننا بسعر. لا بصراحه هو يوفر حالاتنا خالص. ايفون 16 ب 35,000 جنيه يا شباب، ها كسر زيرو. كفايه كده ايفون. عشان بصراحه فلاج شيب بقى. تعالوا بقى نخش على الاس 24 الترا حبيب الملايين. بص بقى انا هقول واخلي لكم عبد الرحمن يقول السعر. اس 24 الترا موبايل حرفيا محترم، كتير منكم عارفه. موبايل فلاج شيب بالبوكس بتاعه باليو اس بي بتاعته. ستارت السعر ليه كام؟ استنى قبل ما نقول ستارت السعر عشان اللي منكم ما يعرفش. بصوا يا شباب، الموبايل ده في العادي لو معاه في ضريبه متوسط سعره بيكون كام؟ 46,000 جنيه. متوسط سعر السامسونج اس 24 الترا فعلا من 47 ل 48,000 جنيه، ده المتوسط بتاعه، وممكن 46 لو انت شاطر قوي. تعالى كده نشوف الشيخ ستور مقدمه لك بسعر كام؟ 40,000 جنيه بدون جنيه زياده. اس 24 الترا بسعر 40,000 جنيه، فرق بينه وبين اي ستور تاني تقريبا مش اقل من 6 أو 7,000 جنيه. ورينا هتجيب السعر ده منين؟ من اي مكان تاني. انزل حط لايك والا هنكنسل الاسعار كلها ونبيع لكم بقى بالاسعار. ده تحدي صريح. نحط بقى الاسعار. ده تحدي صريح. بقول لكم ايه، اي حد بيشوف الفيديو ده مش هيحط لايك مش هيفوز باي سعر. لا وخلي بالك لو اللي هيجي يشتري من عندي هنا مش عامل لايك على الفيديو ده، حلوه دي، مش هينفع اديلك عرض خالص. انت لو مش مشترك في القناه وحاطط لايك وجيت هنا لعبد الرحمن تشتري اي موبايل بالاسعار دي ولك مش مشترك في القناه اعذرني، بس هو صديقي انا مش هعرف. هو ده الاتفاق، انتوا حرين. لا حلو الديل ده عجبني. بس طيب انت بتقول لي اعمل لك مفاجاه حلوه، طبعا هي كلها مفاجات النهارده. قال لي معايا حته بسكوته بقى كده للناس اللي بتحب الموبايلات الفولدبل، الناس اللي بتحب الشياكه. تعالى لي بقى والاناقه. لا تعالى لي انت بقى اللي وريهم انت الموبايل ده، وريهم انت بقى الموبايل ده لان انت اللي اتكلمت عليه. ده فولد 5. الله. 256 جيجا ان شاء الله. حاله بفضل الله رب العالمين زيرو. الحاله دي مش هتلاقيها في مكان تاني خالص، مش هتلاقي الجهاز مفصله بايظه ان شاء الله، شاشه فيها ديفو، في كسر، الجهاز الخربوش فيه بفلوس. كام بقى؟ سليم ب 39,000 جنيه. طب وريني. ومع في ضريبه وبالعلبه وبجراب اصلا. لا تعالى لي كده. انا اللي اقول العرض ده. انا اللي اقول العرض ده، معلش ما انت ما تجيش بقى في عرض جامد زي ده. انا اللي اقول العرض ده يا شباب، معلش عبد الرحمن ما ياخدش مني عروض. موبايل فولد زي ما انتم شايفين ما شاء الله. فولد 5. فولد 5 كسر الزيرو ما شاء الله، حاله ولا اروع، مع في ضريبه بسعر لو انا هجيبه عادي. بص الجهاز ده ضريبته يعني سكه 15,000 17,000 جنيه. ده مع في ضريبه. الضريبه تمام. الجهاز ده اصلا بيتباع مستعمل من 45 ل 48,000 جنيه. هنا بقى عندك بكام؟ ب 39,000 جنيه وبالعلبه بدون مشاكل، صيانات ما فيهوش الهوا. انا يعني قلت لك الشعار بتاعنا ايه؟ الزيرو الله وكيله. الله وكيله. ده الشعار هنا في الشيخ ستور. موبايل ب 48,000 جنيه جاي اقول لك بسعر 39,000 جنيه مع في ضريبه، مع كل حاجته زي ما انتم شايفين، نو سكراتش، مفيش غلطه في الموبايل. قول لي مين هيقدم لك الاسعار دي غير الشيخ ستور وحالات الاجهزه زي ما انتم شايفين؟ مفيش. بقول لكم ايه، انا بصراحه انا مبسوط من الفيديو. لا انا مبسوط من الفيديو بصراحه، انا واحد من الناس انا مبسوط من الفيديو فعلا يا شباب. الاسعار النهارده مش محتاجه ان انا جامل فيها زي ما انتم شايفين. وخلي بالكم دي تاني مره بنصور مع الشيخ ستور، اذا ان المكان لو كان بيخلف اسعاره او بيقول اسعار مش صادق فيها ما كنتش هرجع اصور معاه تاني، لان اكيد مش من مصلحتي ان انا اضر نفسي او اطلع حد معايا بيقول اسعار ويرجع يبيع بغيرها. مظبوط. اكيد انا بختار الاماكن اللي اصور معاها مره واثنين اكون واثق ان الاماكن دي محترمه. طيب وبكده يا شباب احنا تقريبا قلنا لكم متوسط اسعار الموبايلات زي ما احنا شايفين. واي حد فيكم عايز موبايل جديد، عايز موبايل مستعمل،
كل الاجهزه متاحه زي ما قلت لكم داخل الشيخ ستور. المكان هنا زي ما قلت لكم ليه 5 فروع، يعني ايا كان مكانك هتلاقي ليك فرع قريب منك، بلس ان انت لو في اي محافظه في مصر التوصيل ممكن يجي لك الموبايل لحد بيتك. ولو انت في اسوان شحن الموبايل لحد مكانك بسعر بس 100 جنيه مش اكتر من كده. الموبايل لو في اي مشكله هم اللي هيرجعوا يجيبوا الموبايل على حسابهم ويبدلوه لك ويرجعوا يشحنوه لك. الناس بتتعامل معاك بمنتهى الاحترافيه. وده كان سريعا اللي احنا قلنا عليه. طبعا يا استاذ عبد الرحمن انا مش عارف اقول لك ايه على الاسعار اللي انت قدمتها النهارده للمتابعين. بجد يا شباب تعب معانا جدا عشان يقدر يطلع لكم الاسعار اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. ودلوقتي يا شباب قبل ما اقفل معاكم الفيديو عبد الرحمن عايز اقول لكم على حاجه سريعه، لانه قال لي كمان قبل ما تقفل لازم نديهم برضو عرض كمان. قول لي بقى يا عبد الرحمن. اي حد هيشتري موبايل ايفون مستعمل هيقول ان هو تبع مستر محمد المكتري بالبرومو كود اللي هو هيقول لحضراتكم عليه. المكتري 3 تمانيات. مكتري 3 تمانيات بالبرومو كود ده تقدر تاخد شاحن انكر اوريجينال ضمان هديه على اي موبايل مستعمل الله. تشتريه. عايزين ايه تاني؟ ولو مش حابب الشاحن ده بتاخد فاوتشر بقيمه 300 جنيه خصم على اي موبايل ممكن تشتريه من المكان مستعمل، تاخد عليه خصم 300 جنيه. اشتريت موبايل مش عايز الخصم تقدر تاخد شاحن انكر من داخل المكان. الشاحن ده سعره بيوصل يا شباب لحد 1800 جنيه بس تجيله بكود الخصم المكتري 3 تمانيات. اظن انتوا كده يا شباب معاكم كل حاجه متاحه، توصيل شحن بجد عملت لك كل حاجه يعني. ضغطت عليه يا شباب ولكن والله فعلا هو ما قصرش. هو ده يا شباب اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر. واهم حاجه ان انتوا تكونوا مرضيين وفي نفس الوقت الناس برضو اكيد مش هتاثر مع اي حد فيكم يوصل. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لك يا عبد الرحمن. حابب تقول لهم اي حاجه قبل ما نقفل؟ كلمه اخيره بس فضل. عشان ما ترميش فلوسك في الارض، ما تروحش تشتري موبايل موديل قديم بطاريه تكون عاليه. ده عشان ما ترميش فلوسك في الارض. ما ينفعش تروح تشتري ايفون 13 برو ماكس وحد يقنعك ان الموبايل ده بطاريه 100% عشان ده بيقولوا لهم 98 شرعي عشان كان مركون. لو هو مش خايف من ربنا اكيد مش خايف منك ومش هيقدرك. دي حلوه تاخد بالك منها. لازم اللي هتشتري منه لو مش هتعامل معاه يكون خايف من ربنا وبيعامل ربنا قبل ما يعاملك. مفيش موبايل مركون، مفيش موبايل بقاله 4 سنين و3 سنين مركون. انت بترمي فلوسك في الارض. امال هو الطبيعي تكون بطاريته كام يا عبد الرحمن؟ لو انا مثلا الموبايل ده 13 برو ماكس يا شباب خلي بالك شرعي 83 85 اقصى حاجه 86. احنا على فكره لما بيجي لنا موبايل بطاريه اكتر من كده بنبتدي نشك في امره. ما ينفعش تشتري موبايل تقول لي عايز اكس ماكس جديد او مثلا بطاريه 95. انت كده مش كده في ناس بتصدق بتدخل تسلم نفسك للمكان عشان يضحك عليك. حصل. نقطه تانية برضو ما تحولش لحد اونلاين فلوس انت ما تعرفوش. تمام. احنا عندنا بفضل رب العالمين اكتر من 5 فروع وعندنا اماكن لينا خاصه. لا انت هنا بتتعامل مع ستور، انت بتتعامل مع مكان معروف بفضل رب العالمين. قبل ما تتعامل معايا ممكن تسال عني على الفيسبوك بفضل الله، الانستجرام، زي ما انت حابب. لا مكان يقدر يرجع لك لو في اي مشكله. مظبوط. لو هتشتري جهاز من حد انت ما تعرفوش لازم تكشف عليه كويس جدا جدا جدا. تمام. احنا هنا عندنا بندي ضمان على المستعمل وعلى الجديد. الجزئيه دي ضمان عندنا اهم حاجه في بند في الفاتوره ان لو جهاز حضرتك في اي عيب صناعه تقدر تاخد فلوسك كامله بدون ما يتخصم جنيه. يعني مش بتفرض عليه لا. انه يبدل الموبايل. لا 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 البند ده مستحيل. لو حضرتك اخدت جهاز لا قدر الله فيه مشكله بتشرفنا نفحص الموبايل في فعلا المشكله حضرتك بتاخد فلوسك كامله المكتوبه في الفاتوره او بتبدل موبايلك. فانا بقول لك انا اضمن لحضرتك ان الجهاز مش مفتوح بنسبه 100% وممكن تكشف عليه في اي مكان. ولو الجهاز ده طلع مفتوح تقدر تاخد مني ثمن الكشف وثمن موبايلك كامل. بلاش حد ينصب عليك، بلاش حد يضحك عليك. بجد انا معاك في النقطه دي. وبلاش يعني نصيحه مني والله بلاش تشتري من الماركت او اوليكس او الكلام ده. لسه عامل فيديو والله يعني على الموضوع ده. بلاش الموضوع ده لان احنا فعلا بيجي لنا ناس كتير جدا منصوب عليها وفي نصابات كتير جدا. يعني لان الاجهزه بتبقى مفتوحه ومتبهدله وبتتقفل ووتر بروف وفي الاخر بيقول لهم الجهاز مقفول. انت لما بتشتري من عندنا بنديلك ضمان وبنقول لك ممكن تكشف براحتك في اي مكان. خد الموبايل روح عايز ترجعه وتاخد فلوسك. وكلمه برضو تانية للناس اصحاب المحلات والتجار، يعني يا ريت تتعاملوا ربنا شغلها في شغلكم. المفروض بصراحه. بمعنى ايه؟ ما ينفعش تعمل لعميل عرض وتقول له انا عامل لك خصم 50% حصل ولما يجي لك تقول له لازم تشتريه بابلكيشن معين بدون ما نذكر ابلكيشن. دي بقى بيعملوها كتير قوي بالذات. خلي بالكم ان معظم النصب اللي على المتابعين بيجي في حته التقسيط. موضوع التقسيط ده والله بجد انت فعلا بيضحك عليك وانت مش واخد بالك. بيضحك عليك بشكل مبالغ فيه جدا. الموبايل ده قيمته مثلا 39 40 الف جنيه نفترض زياده 2000 3 لو مكان يفرحك بالقسط بتاعك. يقول لك انا هبيعه لك ب 35 الف جنيه. طبعا ده بالنسبه لك سعر ممتاز. طب هتشتري لا بتدفع بقى مصاريف اداريه. ايوه وتخش في قصه فوائد والكلام ده. ولو حسبت القيمه بتاعت القسط على المده على فكره الجهاز زي كده ممكن في 2 3 قسط تلاقي نفسك دافع 100000 و80000. والله العظيم حصل. رقم خزعبلي جدا. غير كده كمان ان اغلب الاماكن دي بتكون شغاله في اجهزه تجميع بحيث ان انت عمليه التقسيط دي ما ينفعش ترجع. يعني انت الجهاز ده اللي بتشتري تقسيط ما تعرفش ترجعه. ودي حقيقه فعلا. لذلك احنا بنشتغل في الكاش. انت ليك فلوس لا قدر الله الجهاز فيه مشكله تاخد فلوسك وانت واقف على داير مليم زي ما بيقولوا. صح.
والفاتوره مكتوب فيها نفس البند ده. اظن كل حاجه يا شباب قدامكم دلوقتي بقت واضحه، وشكرا لك يا عبد الرحمن، تعبناك جدا معانا. وطبعا الكم معلومه يا شباب اللي قالها لكم في الاخر ديت عشان مصلحه كل واحد فيكم، وانت ليك القرار انك تشتري سواء اونلاين او انك تشتري من ستور او انك تشتري من مكان يكون بالنسبه لك مضمون. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اظن وعدتكم باسعار هتكسر الدنيا ووفينا. وطبعا الشكر في الاول وفي الاخر بعد ربنا هيرجع للشيخ ستور اللي قدر يقدم لنا الاسعار دي عشان نيجي نقدمها لكم، ويا رب نكون قدمنا لكم معلومه مفيده. كان معاكم محمد المكيتري من قناتي على اليوتيوب، مع السلامه.